السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن اللكمة أو البشمة، أو بمعنى صح يعني عشان اللي برضو عنده الاسم بمصطلح تاني، اللي يعني اللي عدم قدرة الحيوان على الهضم أو تصريف الطعام يعني. آه، طبعا هنتكلم ازاي هي ايه اللي بيسببها وازاي نتجنب حدوثها، ولو حصلت ازاي نعالجها. طبعا نتمنى اللي بيتفرج على الفيديو يحط لايك للفيديو، اشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وعمل شير للفيديو عشان حد تاني يستفاد منه. اول حاجة اللكمة هي الحيوان بياكل كمية كبيرة عن حجمه، بتكبر في الكرش بتاعه وبتعمل حموضة، وتعمل على موت البكتيريا الضارة في الكرش. الحيوان ما يقدرش يصرف ويعمل انتفاخ في الكرش أو في البطن، وتبدأ ينهج أو يجز على أسنانه يعني كده، وانتفاخ شديد في بطنه، وممكن ينام وتيجي تقومه ما يقدرش يقوم. طبعا ده بيبقى اكل كمية كبيرة من الطعام او العلف المركز بمعنى اصح. يعني في اكلات بتسببها وفي اكلات مش بتسبب اللكمة، حتى لو كل منها كمية كبيرة عادي يقدر يهضمها ويقدر يصرفها عادي يعني. مثلا علف الفيل اللي هو بياكله ده، او الحشائش الخضراء او البرسيم او الدريس او الادبان عامة، ما بتعملش لكمة. إيه اللي بيعمل اللكمة؟ الأعلاف المركزة، اللي هي لو على شكل مصنعة على شكل الحبيبات أو مكعبات كده، زي أعلاف الفراخ أو أعلاف الأرانب، بتبقى صوابع طويلة كده. دي لو مصنعة جاهزة يعني، أو أنت عامل له خلطة فول على ذرة على قمح على شعير على حاجات من دي. كل الحاجات اللي هي فيها حبوب وحاجات زي القمح والفول والحاجات دي كلها، اي حبوب عامه هي اللي تقدر بتسبب اللكمه. طب هو ممنوع الحيوان ياكل حبوب؟ لا، بياكل حبوب عادي جدا، وياكلها سليمه او مجروشه، يعني متكسره يعني، او سليمه بحبها زي حبه الفول الكامله مثلا، او حبه القمح الكامله او الذره، عادي جدا مفيش مشكله. ولكن بياكل كميه معينه. يعني مثلا لو انت بتسمن بتاكل الحيوان 3% من وزنه، عشان توصله لل 3% من وزنه علف مركز. 3%، يعني لو الحيوان وزنه 50 كيلو، قصدي لو الحيوان وزنه مثلا 100 كيلو بياكل 3 كيلو. لو حيوان وزنه 50 كيلو بياكل كيلو ونص، وهكذا بتحسبها على الآلة الحاسبة يعني، تشوف وزنه وتديله 3%، أو بنسبة تقريبية لو أنت مش عاوز تدي الكمية كاملة ولكن بتديله جزء قليل. ولكن لازم نبدأ في العلف المركز أو الحبوب عامة بالتدريج. يعني الحيوان متعود مثلا على مرعى وعلف برسيم وعلف أخضر وأعلاف خضراء عامة، يعني مش بياكل أعلاف مركزة وحبوب. فخلاص أنا ببدأ معاه تدريجي، بدوقها له النهاردة وتاني يوم أزود له كمية شوية وتالت يوم أزود له، وهكذا ببدأ معاه تدريجي. لو الحيوان، لان الحيوان مهما تحط له من حبوب واعلاف مركزه هياكل لان هي جديده عليه وطعمها مستساغ جدا بالنسبه له، فهياكل. هو مش هيحس بالشبع. يعني متاخر قوي بيكون يعني من الاخر، عشان اقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تعمل اللكمه. زي الحبوب عامه، الحبوب لو انت حطيتها في ميه بالحبوب حجمها بيزيد. يعني لو انت جبت كوباية مية وحطيت في نصها كده حبوب قمح على فول على ذرة مثلا، وزودت لهم مية، بتلاقي حجمهم في الكوباية زاد، وملوا الكوباية، نص الكوباية كبرت بقت نص الكوباية. هو ده اللي بيحصل في كرش الحيوان بالظبط أول ما بياكل وبيشرب المية. أول ما بيشرب المية بيبدأ الأكل يتخمر ويتحلل معاه، يتخمر يعني يكبر في بطنه عشان يبدأ يهضمه، فبيبدأ يكبس عليه او يعمل له لكمة. يبدأ يضغط على الرئتين وعلى القلب، يبدأ يعمل شلل تام لحركة الحيوان، تؤدي الى الوفاة لو ما اتلحقتش بسرعة يعني. فطبعا احنا لازم نتدخل لو حصلت حاجة زي كده، ولو ان لازم نلحقها في الاول قبل ما الحيوان يقع مننا.
ايه اللي ممكن نعمله لو الحيوان اتلكم مني او بان عليه اعراض بداية لكمة؟ بمنع عنه المية تماما، بشيل المية من قدامه خالص، ما يشربش مية. ثانيا ببدأ اتدخل في ادوية، دواء بيطري اسمه لاكسافيت، اكياس كده، بجيبه وبدوبه في مية، يعني في كوباية مية، في نص كوباية مية كده، وبجرحه له بسرنجة او بإزازة، او في ناس برضو بتدي 7 اب، اللي هو المياه الغازية اللي هي السيفن. وطبعا الافضل في البيكربوناتو، بتشتريها من اي عطار، هي بيكربونات الصوديوم مسحوق ابيض كده زي شبه السكر شوية او الملح. بتروح للعطار بتقول انا عاوز بيكربوناتو او بيكربونات صوديوم، بيجيب لك وبتقلب معلقتين كده برضه في نص كوباية مية، وبتجرحها له بسرنجة، اللي هي ال50 سم، او في منها ال60 سم الكبيرة دي. بتمسك تفتح بق الحيوان وتدخل السرنجة دي ببوز، وبتجرحها له عشان يقدر يهضم او يصرف الطعام. بمجرد ما الحيوان بيبدأ كرشه يشتغل. برضو ممكن الخميرة يا جماعة، الخميرة الفورية، بتشتري كيس خميرة او كيسين خميرة فورية، يعني يبقى في حالة اللكمة يبقى اكتر من كيس، ممكن كيسين، وتقلبهم برضو في مية وتجرحهم بالسرنجة. كل الحاجات دي بتساعد على اللكمة. طيب دي في بداية اللكمة، لو الحيوان بدأ يقف وبدأ يتوقف عن الأكل وبدأ يظهر عليه أعراض اللكمة اللي احنا قلناها. طيب لو الحيوان نام على رجليه، نام على جنبه وفتح لك وفرد رجليه الأربعة وخلاص توقف عن الحركة، ببدأ برضو أعمل معاه الحاجات دي، وببدأ بستعين. طبعا في ناس بتيجي يعني الحيوان من الناحية الشمال زي ما احنا شايفين كده، وباجي بعد الضلع الخامس زي ما احنا شايفين كده، كرش الحيوان هنا ناحية الشمال، باجي بعد الضلع الخامس، بتحسس الضلوع بتاعته، وباجي بعد الضلع الخامس من هنا كده، وبتجيب سرنجة، سن سرنجة بعد الضلع الخامس، سن سرنجة، وتدخل سن السرنجة فيه هنا كده، يبدأ يطلع الغازات اللي في كرش الحيوان، او بنفس المكان اللي احنا دخلنا فيه السرنجة. ولكن ده اكيد هتستعين بحد متخصص يساعدك فيها، اللي هو بيعمل عملية فتح للحيوان. طبعا دي في الحالة النهائية خالص، قبل ما يلحق الحيوان قبل ما يموت، يعمل عملية فتح للبطن وإخراج منها، يعني فتح غرزة كده حوالي 5 سنتي، فتحة كده حوالي 5 سنتي، يعمل منها إخراج بإيده أو بصبعين اتنين كده من صباعه من إيده، يطلع الأكل اللي في معدة الحيوان دي في الحالة النهائية. طبعا احنا عشان ما نوصلش لكل المراحل دي، اللي احنا نتجنب كده ونبدأ بعلف مركز تدريجي. الحيوان لو كل كمية كبيرة من العلف مش هيحول لك، يعني لو أكلته 10 كيلو علف مركز مش هيزيد لك 10 كيلو أو هيزيد 3 كيلو، أو يعني مش هيزيد زيادة سريعة. هو ليه مقدار معين في التحويل، ولازم تكون الأكل بتاعه متوازن بين أعلاف خضراء وأعلاف مركزة ومواد مالئة زي الأدبان والحاجات دي. طبعا لازم اخلي بالي لو انا جايب مثلا اعلاف شكاير، ما اسيبش الشكارة عندهم، احطها في مكان بعيد، او بجيب براميل زي اللي قدامكم دي كده، وبتحط فيها بتفضي فيها الشكارة كده، بتبقى يعني امان على الحيوان، ما يقدرش يجي عندها، او بتبقى يعني محكمة الغلق، فما يقدرش يفتحها او ما يقدرش يجي عليها. وبرضو لو في مكان انا بحط فيه الاعلاف عندي، احاول اقفله كويس عشان الحيوان ما يتسابش على الاكل، ياكل منه كمية كبيرة ويتلكم يعني. اللكمة وحالة وفاة، يعني اللكمة لو ما اتلحقتش هتؤدي للوفاة، فاحنا لازم نتجنبها من البداية. لو استفدتم من الفيديو اتمنى تدوسوا لايك، اشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد. اي استفسار هرد عليكم في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.